السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله هنعمل عجينة الفلافل في البيت بكل سهولة، وكمان هنعملها في الكبة. قبل كده عملناها في الخلاط، هنعملها معاكم ان شاء الله في الكبة بمنتهى السهولة. لو الفلافل بتفك معاكي في الزيت وبتسمر معاكي، هقولك على كل معلومة وكل ملحوظة، مش هبخل عليكي في اي حاجة تطلبيها. ان شاء الله هتنجح معاكي، ومش هتبطلي ان انت تشتري طعمية او فلافل من بره. طبعا احنا لما بنعمل الحاجة في البيت بنكون ضامنين النظافة بتاعتها والجودة بتاعتها، لكن الفلافل من بره الله اعلم بنظافتها والجودة بتاعتها. فان شاء الله انا جبت نص كيلو فول، بليته لمدة 12 ساعة. جبت كمان معايا بصلاية وسط، مع كمان جبت حزمة شبت وحزمة كزبرة وحزمة بقدونس وحزمة كرات، قطعتهم، وخمس فصوص من الثوم. بعد كده قطعتهم كلهم مع الفول، وضربت الفول مع كوباية مية صغيرة عشان اساعد بس العجينة بتاعتي ان هي تمشي في الكبة. بعد كده جبت مصفى عشان احط العجينة عليها، علشان خاطر نتخلص من المية الزيادة اللي في الفول، بحيث ان انت لما تيجي تحمريها في الزيت ما تفكش معاكي. بس بعد كده عملت الطريقة دي طبعا كذا حطة، يعني لان طبعا الفول يعني بياخد وقت شوية في الضرب يعني، فانا بحط شوية بشوية بحيث ان كمان الكبة او الخلاط ما يتحرقش. يعني شوية بشوية كده علشان خاطر الحاجة بتاعتك تحت يعني ايه تحتفظي بيها، ما تتحرقش منك ولا خلاط ولا كبة. فاحنا مش مستعجلين، شوية بشوية مع شوية خضرة مع البصلة بنضربها. وبعد كده زي ما عملت في الاول برضو بجيب العجينة واصفيها في المصفى، بحطها في المصفى بحيث ان هي اي مية زيادة او اي سوائل بتنزل من العجينة، علشان خاطر ما تفكش معاكي في الزيت وانت بتحمريها. ملحوظة كمان، لو انت هتشيليها وتفرزيها في الفريزر، يا ريت ما تضيفيش اي اضافات، اي بهارات عليها، علشان خاطر ما تسودش معاكي وما تنزلش برضو المية يعني البهارات بتخلي الخضرة تدبل بتبقى يعني يعني لما تيجي بقى تحمريها في الزيت بتسود معاكي، وكمان بتبقى ممكن تفك منك. فيا ريت لو انت هتشيليها في الفريزر ما تضيفيش عليها اي بهارات. الفلافل اللي انت هتستعمليها ضيفي عليها كزبره والبهارات اللي انت بتحبيها وكمون وملح وكل حاجه، كل البهارات اللي انت بتحبيها حطيها في الفلافل اللي انت هتستعمليها في نفس اليوم. اما الفلافل اللي انت هتشيليها في الفريزر ما تضيفيش عليها اي حاجه. ملحوظه كمان، لو انت جيت تحمريها، قبل ما تحمريها ضيفي عليها حاجه بسيطه كده، يعني نسبه صغيره من يعني على طراطيف كده المعلقه من الكربوناتو، علشان تخليها كده هشه زي ما انت اللي انت بتجيبيها من بره، تكون هشه كده وجميله وخضره. وانا يعتبر كده قلت كل المعلومات. بعد كده بتجيبي الفلافل بتعمليها بقى مثلا زي الكفتة، بتعمليها زي القرص، وبعد كده بتحط عليها سمسم. عاوزة تحشيها بالبصل، عاوزة تحشيها بالشطة والبصل، اللي يعجبك. بس انا قلتلك على طريقة الفلافل والحشوة اللي انت بتحبيها ضيفيها. وطبعا هتشوفيها معاكي في الزيت ما يكونش يعني بارد، علشان خاطر الفلافل ما تشربش ميه، يكون سخن. وبعد كده تخليه وسط بحيث ان الفلافل تشرب يعني تتحمر من جوه ومن بره، ما تبقاش يعني ما تتلهفش منك، تتحمر من بره وتبقى عجينه من جوه. خلي النار وسط زي ما انت شايفه. انا عندي سمسم، حطيت سمسم، عملت طارة فلافل وشلت الباقي، علشان ان شاء الله هنعمل فيديو تاني بتاع الترند اللي هم مطلعينه جديد، بتحطي يعني ان شاء الله هنعمله مع بعض فيديو جديد مع هنحشي العيش
بالعجينة، وان شاء الله هتعجبكم وهينول رضاكم. ودمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.